يا شباب انا لي كثير عن الحزن، ما احب الحزن كذا، لكن في قصة اصرت بنت اختي الا انزلها لكم. صراحة انا تأثرت يوم سمعتها. الشباب ابيكم، الشباب اللي مثلي، الشباب الحلوين الجميلون اللطيفون، ابيك تسمعني تكفى في السنوات الجاية للأهمية. هذا واحد مثلي ومثلك، شاب لطيف جميل، عنده اخت عمرها تقريبا 17 الى 18 سنة، يقول هي الوحيدة من خواتي، يعني احنا الباقي كلنا عيال، وكنا دائما نحب نطقطق معها ونستهبل على شكلها، لان هي طبعا ما كانت ذاك الجمال لكن كان فيها شيء انه خشمها كبير. المهم يقول اختي جوها مرح، وبالعكس تنبسط اذا طقطقنا عليها واستهبلنا معها، يقول لدرجه انه اذا ضحكنا عليها تحط يدها اذا ضحكت عشان ما يبين خشمها، يعني من كبر. فيقول كنا مستمرين على هالروتين ونحن نضحك عليها ونستهبل عليها، وما كنا نتوقع انه في يوم من الايام هالشيء بينقلب عكسي على نفسيه البنت. فيقول الى رمضان هذا اللي فات، يقول كانت نفسيتي انا مره زفت، كنت كل ما ارجع البيت ارجع الضيقه اللي فيني فوقها ودائما اسب فيها. يقول انا كنت اسب فيها اول كانت تنبسط تضحك، لكن الحين صارت لا تتهرب مني، احس ان نفسيتها تغيرت وصارت في حزن فيها. فيقول يمكن انا قلت في راسي يعني يمكن انها ما لها نفس او انها زعلانه من شيء، تجاهلت الامر. يقول مع هذا كله استمريت على نفس حالتي ورجعت اطقطق عليها وكل شيء، ونسيت ان عندها مشاعر وانها هي الاخت الوحيده، وما كانوا اهلي يمنعوني من الشيء هذا لانه شيء عادي. فيقول اختي بدات تفقد ثقتها في نفسها، بدات ما عاد خلاص ما عاد تطلع، يعني صارت معقده، ما عاد صارت تطلع عزايم، تتعذر باعذار ما لها داعي، احنا كنا يمكن انها فيقول دائما ترسلنا وتلمحنا انا واخواني انه ترسلنا صور هدايا والله يرزقنا، وانه يعني تبي هديه منا، لكن ما حد معبرها ابدا. ويقول كنا بالعكس نعايرها نقول لها وجهك وجه وحده تبي هديه، انت صغري خشمك عشان يجيك هديه، ولا نقول لها تزوجي وخلي زوجك يجيب هديه. المهم كانت تقول لهم دائما انا اتعب في رمضان عشانكم، يعني على الاقل جيبوا لي هديه ولا شيء، فكنا مطنشين لها تماما. المهم يقول قرب العيد نشوف البنت ما اهتمت فيه، ما راحت تشتري فستان زي ما كانت قبل. كانت هو يعني الولد نزل صوره في تويتر سوفليه كاتب شكلها اليم، فيقول والله نفس اليوم دخلت علي ومعها صحن سوفليه، شافت الصوره في تويتر وجابت لي السوفليه، يقول ألذ سوفليه ذقته بحياتي. قلت لها فيقول قلت لها وش المناسبه، يعني توقعت انها تبي اوديها مكان ولا شيء، فقالت لي ما يغلى شيء عليك وطلعت. فيقول تذكرت السوفليه والصوره اللي نزلتها. فيقول قبل العيد بايام دخلت البيت ابي شاحب منها، فوصلت شفت امي تبكي وشفت الوضع مره متوتر، سالتها ايش فيها يمه، فقالت لي فيقول اختك جينا نصحيها عيت تصحى شالوها اخوانك ودوها المستشفى. يقول انا على طول لا شعوريا جيت بنطلق المستشفى، قالت امي اجلس عندي عشان تطمني وش بيصير. يقول كنت جالس متوتر وعلى اعصابي مره، بس عشان امي جلست في البيت الين جانا الخبر اللي صدمني من جد. يقول جانا خبر وفاة اختي سبب التهاب في عضلة القلب. السبب وشو؟ السبب انها كانت تنام وهي متضايقة، كانت تنام يوميا وهي تبكي لاسباب نفسية. يقول امي يوم سمعت الخبر اغمي عليها فجأة، يقول خلاص انا صارت حالتي يعني لا يرثى لها. يقول والله رجولي خلاص ما عاد اقدر اشيل رجولي، يقول اقسم بالله يعني شلون اختي ماتت، امس كانت زي الفل، ما توقعنا هالشيء بيكون في قلبها من جد. يقول والله العظيم لأول مرة تدمع عيني، يقول أقسم بالله حتى خويي أقرب الأخويا لي توفى وما نزلت دمعة مني، لكن أختي من جد حسيت. يقول والله العظيم إني ندم لأني أنا حاسس إني أنا سبب في الشيء اللي صاير لها، لأني أنا كنت أضايقها كثير بس ما كنت متوقع إنه بيصير هالشيء. يقول تضايقت على الأيام اللي كانت تتمنى هدية، يقول أتمنى ترجع الأيام الحين والله لا أحضنها حضن، لا أجيب لها هدايا الدنيا كلها لي، بس وش يفيد إذا الشيء راح من جد. يعني هالشيء القصة هذه ترى صايرة معي ومعك ومع كل الناس، لأنه احنا نتوقع ان الضحك والاستهبال هذا مع اختك توقع انه شيء عادي، لكن تراها تكتم في نفسها حتى لو ضحكت في وجهك. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون رفقا بالقوارير، شبهها بالقارورة يا عيال، لأن السهل أي شيء ممكن يأثر عليها. فالله باخواتكم يا شباب.